بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونبدأ الفيديو بتاعنا. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهارده هنعمل 3 بطاطسات حلوين، طبق مقبلات كده حلو، بطاطس هتعجبكم قوي، واللي هيجربها هيدعولي. دول 3 بطاطسات مغسولين حلو، مبشورين بالمبشرة، ونغسلهم حلو من النشا اللي فيهم، عليهم ملح، عليهم فلفل اسود، وتدعكيهم كويس. وفي 3 معالق نشا ترشوهم عليها بعد ما تصفوهم من الميه خالص. هترش عليهم نشا، 3 معالق نشا ترشوهم عليها، وتمسكوهم تنطقوهم كده بالمعلقه لحد ما تشرب النشا كله. وبعد كده تركنوها حوالي ربع ساعه، حطوها ربع ساعه متغطيه. وبعد الربع ساعة هنمسك بقى نكورها، هتشوفوها في الفيديو مكورة كده حلوة كورة، او تعملوها كفتة زي ما انتوا عايزين، دي حاجة ترجع لكم انتوا، بس هي كور حلوة قوي. هتحمروها طبعا في الزيت يكون سخن، وتروحوا محمرينها موطيين على الزيت يا جماعة، على اساس ان هي ايه برضو تستوي من جوه وتبقى حلوة. بس لما تحمر هتطلعوها، لما مش محتاجة بقى ولا ورق ولا حاجة، لان هي بتطلع ناشفة طبيعي يعني. بس وتاكلوها بقى جنب مكرونه، جنب فراخ بانيه، سلطه، مش عارف ايه كده يعني، حاجه خفيفه كده جميله وحلوه ومفيده في نفس الوقت. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. يلا باي باي.